السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ان شاء الله. اليوم رجعت معكم بعد غياب طويل بفيديو جديد على القناه اللي درت فيه غريبه البهله اللي بصراحه كتجي زوينه بزاف، وغادي تتبعوا معايا الطريقه ديال التحضير. المهم المقادير هنايا كما كتشوفوا عندي 2 كيسان ديال الكاوكاو، ما يعني قليته في الفران وهرمشته، وعندي كاس ديال الجنجلان وكاس ونص سنيده و2 كيسان ديال الزيت و2 خميره و250 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها. المهم انا خديت كيلو ديال الدقيق، هاد المقادير كنديرهم في كيلو ديال الدقيق اللي ضفت عليه 2 كيسان ديال الكاوكاو مهرمش، اللي ما بغاش يدير الكاوكاو يعوضو باللوز. وهنايا دات الجنجلان، دات كاس ديال الجنجلان، وهنايا ضفت السنيده. المهم السنيده كتبقى على حسب الذوق، درت كاس ونص، واللي بغى الحلاوه زايده شويه كيدير 2 كيسان، المهم على حسب. من بعد ضفت واحد القليل من القرفه، يعني تقريبا نص معلقه ديال القرفه، نص معلقه صغيره. وكذلك ضفت واحد نصف معلقه صغيره ديال الملح كما كتلاحظوا معايا لتصحيح الذوق فقط. والسر هو ديال التشقق ديالها هي خميره ديال العجين، ضفت تقريبا ملعقه صغيره ديال خميره العجين. اللي كانت عنده خميره حبيبات مزيان، واللي عنده خميره معجونه ماشي مشكل، بحال كنخلط هاد النواشف كاملين بحال هكذا حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. وكنبقى كنضيف الزبده والزيت، وكنجمع العجينه ديالي. العجينه ديال غريب البهله كما كتعرفوا ما كتجيش يعني شاده راسها، كتبقى هكذاك مفرته، ولكن كتجمع لينا يعني مع الدلك. ضروري خصنا ندلكوا العجينه شويه باش هكا ديك الزبده وداك الزيت كيطلقوا في العجينه. بالنسبه للزبده اما نباتيه ولا حيوانيه بحال. المهم انا درت هنايا زبده ديال العبار صافي. المهم نبدا نخلط هكذا العجين مع الزبده، تدخل فيه هكاك ديك الزبده. ومن بعد نبدا كنضيف الزيت يعني تلقائي. درت انايا 2 كيسان وزدت واحد الربع ديال الكاس، ما مهم ما كفانيش دوك 2 كيسان، زدت ربع ديال الكاس وصافي. كنبقاو كنجمعوا العجينه ديالنا هكذا بهذه الطريقه، وفي التالي غادي ندلكوها. بالنسبه لخميره الحلويات مهم ديروا 2 خميرات 16 غرام كافيين صافي. كما كتشوفوا معايا هنايا كندلك العجينه ديالي هكذا باش يخرج منها داك الزيت وداك الزبده اللي درنا. وصافي هي العجينه ديالي بقات كتجمع صافي. هنا بديت كنديرها على شكل كويرات، وكندي هكا في بين يديا راحه اليد، وكنديرها في صفيحه الفرن ولا لاطه الفران كما كتشوفوا. كنحاول ما امكن باش ما تبقاش مشقه من الجناب يعني بزاف، لان العجينه ديال الغريبه راكم كتعرفوها كي دايره. ودخلتها هنا الفران لدرجه حراره يعني يعني الفران سخن مزيان والعافيه متوسطه، ودرتها من التحت وشعل عليها هكذا من الفوق حتى تشقق معنا كما كتشوفوا. يعني غير التصوير ما عطيهاش حقها بصراحه، جات زوينه بزاف التصوير ظالمها. اما المذاق ما نهضرش لكم عليه، يعني مذاق بصراحه زوين بزاف. صافي ملي كتشقق معنا لتحت وكتحمر شويه كنطلعوها الفوق ثاني تحمر هكذا من التحت وكنخرجوها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كما قلت لكم التصوير ما عطيهاش حقها بصراحه، ولكن جات زوينه بزاف لا شكلا ولا مذاقا، وجات مفرقعه كما كتشوفوا. ايوا